نرحب بيك في الافتتاح الجديد. عايزين حضرتك توجه كلمه النهارده للناس اللي موجوده. مبروك للشعب المصري، مبروك لنادي الزمالك، مبروك للمستشار مرتضى منصور وكل مجلس الاداره المحترم اللي النهارده اتاحوا لنا الفرصه ان احنا نفرح في وقت يعني الفرحه فيه يعني لها قيمه ونادره جدا. احنا بنزعل كل يوم بسبب اللي بيحصل في مصر والمصر، انما لما بنلاقي مناسبه تفرحنا بنبقى حريصين قوي على التواجد فيها. النهارده كل مصر موجوده تقريبا في نادي الزمالك من كل التيارات ومن كل القوى والاحزاب، وده شيء مفرح ومحزن ويعطينا دفعه امل وتفاؤل ان المستقبل سوف يكون للجمع وللوحده والاعتصام لمصلحه بلدنا ان شاء الله. اثر ان النهارده يوم جمعه شيخنا، وكان يوم الجمعه معروف عنه دايما اللي هو مليونيات. احنا عشنا يعني ايام كثيره جدا، انا عشت ايام كثيره جدا جمعه كانت فيها فرح وفيها سعاده وفيها تحيا مصر، وايام جمعه كثيره كان فيها هدم من قبل بعض الجماعات للاسف الشديد، حتى ان هم صدروا الجمعه للناس ان هو يوم المشاكل ويوم الالام. فلما بنحضر جمعه بقى نلاقي فيها فرحه بعد الصلاه خطب الجمعه وجاي على هنا، فبتفرح يوم جمعه. ده شيء ايجابي جدا ودي بدايه تغيير حقيقي ان احنا نغير الواقع المصري من واقع مؤلم ومتفرق الى واقع سعيد ومتجمع ان شاء الله تحت رايه واحده هي رايه مصر، رايه مصر ان شاء الله. حضرتك بقى عايزين نعرف انتماء حضرتك. وانا والدي زملكاوي متعصب قوي، واخويا محمد زملكاوي متعصب، واخويا خليل يعني انت زملكاوي وراثه. انا زملكاوي وراثه، ما اقدرش ازعل ابويا يعني زملكاوي وراثه، لكن بحب مصر كلها. انت منورنا يا شيخ.